bak. Ya Allah. يا الله الله يستر الله يستر الله يستر دحين يجيبوا على هنا السيول الله يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين وأكابر اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. تحية خاصة من قناتكم قناة أخبار اليوم ومن أخوكم أبو وليد. ألطف يا رب. اللهم لك الحمد من فضل المولى جل وعلا. عد الموضوع على خير فضلا منكم يا أكابر. يا ريت لايك للفيديو لأن في كلام مهم جدا مترتب على الفيديو اللي فات، فبستحلفكم بالله العلي القدير بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا ريت لايك للفيديو. في كلام عايز يوصل لناس معينة، ناس كتبت لي أكتر من تعليق في الفيديو اللي احنا عملناه امبارح، فبالله عليكم يا أفاضل لايك للفيديو. كمان يسعدنا وجود حضراتكم كمشتركين في قناتنا المتواضعة بنقدم فيها كل ما هو جديد وكل ما يشغل الرأي العام من قضايا بتظهر على السطح. في البداية وافر الشكر والتقدير والاحترام لكل من كتب تعليق سلبي أو إيجابي، لكن يا سادة يا أفاضل إذا كنت عايز تعلق علق بكلمة إيجابية، انقد محتوى مقدم الموضوع، انقد كيفما شئت دون التعدي، أقبل كل نقد دون التعدي. طبعا في أخ كتب إن أنتم مش هتشوفوا يوم مش عارف يعني، أو زي ما كتب، أنا مش عايز أنشر كلامه، لكن اعلم يا أخي أن للكون رب يدبر أموره، لنا ولا حضرتك ولا أي ديانة ولا أي فصيل ولا أي جنسية هيتحكم في الكون. انت بتتنبأ ازاي بتقول ربنا مش هيوريكم كويس عشان انتوا بتعملوا كذا؟ عمرنا في قناتنا الحمد لله ما فرقنا بين اديان ولا بين اعراف. كمان بعض الافاضل اللي بيدخلوا يكتبوا تعليقات، خدوا بال حضراتكم يا افاضل، انت متشاف وانت معروف، ويجب عليك ان انت دايما تكون بتكتب ما يدل على شخصيتك. وطبعا يا افاضل عايزين نطمن حضراتكم، وزي ما قلنا وجبنا في الفيديو اللي فات، كانت العاصفة بدأت من الساعة 5 عصرا واستمرت حتى صباح اليوم، حتى فجر اليوم. لكن الحمد لله رب العالمين لسه حالا دلوقتي قبل ما اعمل الفيديو تواصلت مع اخوة سعوديين وقالوا الحمد لله الامور استقرت تماما. المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده في مدينة معينة، في جزء من مدينة، فعلا المياه غمرت الشوارع زي ما حضراتكم شايفين، وصلت لمنتصف السيارات. لكن الحمد لله رب العالمين حاليا الامور مستقرة تماما. احنا عملنا الفيديو من اجل شيء واحد، الدعاء لكل مكروب. الهدف يا سادة من الفيديوهات ان احنا بنخلق مجتمع نخاف على بعض فيه، المصري يخاف على العراقي، العراقي يخاف على اليمني، اليمني يخاف على السعودي، كل العرب يخافوا على بعض، حتى والله لو غير عربي، والله حتى لو غير عربي ووجدت ان هو في امر جلل والله بدعي له ان ربنا ييسر حاله. العبادة هي علاقة بين العبد وربه دون التدخل في اي اديان. فاحنا لما بنعمل فيديو زي ده وبنقول في بلد منكوبة وبنطلب من حضراتكم يا أفاضل يا أكابر اليوتيوب الدعاء، عسى أن يتقبل المولى العلي القدير من أحد الصالحين منا ومنكم. مش بنعمل عشان نشمت في دولة أو نقول طيب ما هي الدولة عملت كذا وكذا، حاشا لله. احنا كل اللي بنطلبه الدعاء لمنكوبين. امبارح تضررت السعودية وهي دولة عربية شقيقة، وتضرر أهل السعودية وهم أشقاء لنا جميعا. وكان الغرض من الفيديو إطلاع حضراتكم على كل ما هو جديد، وطلب من حضراتكم بالدعاء لكل إنسان أصابه ضرر، لأن أعلم علم اليقين إن في حضراتكم ناس العلاقة بينها وبين المولى جل وعلا علاقة طيبة. زي ما قلت وأذكر حضراتكم تاني، رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره. ده معناه إن في ناس بينها صلة وبين المولى جل وعلا، الدعاء عندهم مستجاب. فلما بنشوف أي حد في كرب بنطلب منكم الدعاء. طبعا يا فاضل تاني بنذكر حضراتكم إن اللي حصل ده حصل بالأمس، وكان من 5 عصرا وانتهى الحمد لله رب العالمين. وبالتواصل مع إخواننا في السعودية وفي جدة وفي المدينة في كل مكان قالوا الحمد لله الأمور استقرت تماما. على فكرة مفيش أي أنباء عن وفيات في الحادث أو في العاصفة، يعني حتى الآن مبلغ علمنا إن ما حصلتش أي وفيات. كل اللي حصل تضرر بس في بعض اللافتات اللي كانت موجودة على أعمدة الإنارة سقطت على بعض السيارات. لكن مبلغ علمي والله أعلم، طبعا قد يكون أحد أصدق مني، مبلغ علمي مفيش أي أرواح فقدت. الموضوع كله كان بعض الأمطار الغزيرة، بعض الرياح الشديدة اللي أثرت على بعض المنشآت في مناطق معينة جنوب مكة، وأثرت على بعض الطرق العامة، سقطت بعض اللافتات على السيارات. لكن مفيش يعني مبلغ علمي مفيش أي أرواح حتى هذه اللحظة. واطلعنا ايضا من خلال جوجل على النشرات الجويه، والامر بيقول ان الامر ان شاء الله رب العالمين في المده القادمه هيكون مستتب تماما. وبرضه اخواننا السعوديين قالوا ان الامر ده امر عادي
بيحصل كل سنة في مثل هذا الميعاد، لكن السنة دي كانت العاصفة أشد بعض الشيء. على أي حال الحمد لله رب العالمين أن الموضوع عدى على خير، وزي ما قلنا لحضراتكم مبلغ علمنا أن مفيش أي أرواح، ومنتظرين إن شاء الله رب العالمين لو في أي جديد هنمد حضراتكم بيها أولا بأول. الغرض يا أفاضل من مثل هذه الفيديوهات هو الدعاء لجميع العرب، لأن احنا كعرب الحمد لله احنا كأننا فرد واحد. الناس اللي بتعمل تفرقة وتقول المصريين المفروض ما يتكلموش عن حوادث الكذا أي بلد عربية، لا طبعا أنا ضد الفكر ده. احنا عرب نهتم بشؤون بعضنا البعض، ندعو لبعضنا البعض، نقف بجوار بعض في الشدائد وفي الأفراح كمان. والله يا سادة أكم من أخوات فضليات عزمونا على أفراح أولادهم اللي بيقوموها هنا في مصر وهم من خارج البلاد. فده طبعا شيء محمود جدا إن احنا كعرب نكون كتلة واحدة، ولما بيحصل شيء بنحاول نطلع حضراتكم على كل ما هو جديد. ما بنتكلم عن القضايا، بنتكلم عن موسى العراقي والقضية بتاعته اللي بتشغل الرأي العام. اتكلمنا عن لين اللبنانية وقضيتها اللي أيضا تشغل الرأي العام. اتكلمنا عن جمر الدمياطية المصرية اللي قضيتها بتشغل الرأي العام. كل هذه قضايا مهتم بيها كل الشأن العربي، كل البلدان العربية مهتمية بيها. لكن زي ما قلت أنا بعيب على بعض التعليقات السلبية اللي بتدينا طاقة سلبية مش إيجابية. وأنا زي ما قلت باختصار كل تعليق بينم عن شخصية اللي بيكتب التعليق، وبنفهم منه هل الإنسان ده سوي أو غير سوي. في ناس بتنقد نقد بناء بنرحب بيه جدا وبرد عليها، أما التعليقات التانية حتى ما بنلتفتش ليها، لأن صاحبها أنا بشوف إن هو غير سوي. هو لو مهتم فعلا بالشأن العربي هيدعي معانا، ادعي لكل إنسان، ادعي لكل إنسان إن ربنا عز وجل ينجيه من أي مكروه. وأنا زي ما قلت الكوارث الطبيعية الجميع بيقف أمامها مكتوف الأيدي، وقد تحدث في أي بلد وفي أي وقت. عافانا الله وإياكم من الزلازل، بنبقى قاعدين آمنين مطمئنين وفي لحظة أمور كتيرة بتتغير، ويعني شوارع بحالها بتتغير أشكالها، بنايات بتسقط، حرائق بتشب في أماكن. فاحنا بنقول لحضراتكم يا سادة كل ده دليل على وجود المولى جل وعلا اللي بييسر أمر العباد. فاحنا بندعي ربنا ان ربنا جل وعلا ييسر امرنا بما يرضينا ويرضيه جل وعلا. ان شاء الله رب العالمين لو في اي جديد في اي موضوع هنكون من اول الناس اللي بنوافق حضراتكم بيه اولا باول. لكن ما زلنا يا اكابر بنشرف بوجود حضراتكم في قنواتنا المتواضعة. شرف لينا وجود حضراتكم معنا كمشتركين. تاني بنبلغ حضراتكم الحمد لله رب العالمين من فضل المولى جل وعلا استقر الامر تماما في السعودية، وبندعي ربنا ان ربنا يزر الحج في قضية موسى العراقي العربي، وربنا يجيب حج لينا اللبنانية العربية إن شاء الله. لو في أي جديد هنوافق حضراتكم بيه أفاضل. وفي الختام بنتوجه بوافر الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم جميعا. نشكركم ونترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.